الشيخ، نسأل الله جل وعلا أن يشفعهم فيه. وها هنا الفرق، نحن نسأل الله أن يشفع هؤلاء في الشيخ، ولا نسأل الله أو لا نسأل الشيخ أن يشفع هؤلاء فيه، لأنه ها هنا هو الذي يحتاج إلى دعائهم، وهو الذي يحتاج إلى سؤال الله جل وعلا. هم الذين يسألون الله أن يغفر له ويرحمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا صور لقبر الشيخ، لا بنيان ولا شيء، الأمر أمر طبيعي جدا. إنسان دفن في مقبرة من عامة المسلمين، دفن في مقبرة شمبات الجنوبية. هذه لحظة الصلاة على الشيخ، نسأل الله جل وعلا. وهذا هو والد الشيخ العم سيد، نسأل الله أن يصبره وأن يخلف له وأن يجعله له يوم القيامة ذخرا وقائدا إلى جناته. هذه صورة لسيارة الشيخ عند الحادث، عند ارتطامها بالحادث الذي ارتطمت به. وطبعا يا جماعة ممكن حادثة وفاة الشيخ يعني حجبت الأضواء عن أخونا زاهر، وهو السائق الذي كان مع الشيخ، وهو الآن طبعا بالمستشفى. فأسأل الله جل وعلا له جميعا أن يشفيه ويعافيه، وأن يجعل هذا الذي حدث له كفارة لذنوبه. أترك الفرصة لأخي هيثم يكمل باقي التعليق على الصور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الصور تبين يعني دلالات عظيمة جدا، وهي يعني لا بد للإنسان أن يسعى لأن يكون محبوبا في السماء والأرض، يعني تكون الإنسان محبوب لدى كل الناس. الشيخ رحمه الله تعالى نحسب أنه يعني محبوب لدى كل الشعب السوداني، بل تخطى هذا الحب إلى الدول. وأشير الدولة خطر له يعني دروس رمضانية بدعم وزارة الأوقاف القطرية. هو كلمة طيبة أو كلمة خبيثة. والإعلام قبل الإسلام، وزارة الإعلام كانت في 7 عقال، فهو معلوم لديكم. الشعراء والخطباء، الشاعر يتفوه بكلمة يتناقلها الجميع، سواء كانت كلمة طيبة أو كلمة خبيثة، كل لها مستمعيها. حتى كما تعلمون في الحديث ألطف كلمة قال الشاعر كلمة نبي، ألا كل شيء ما قال الله فهو باطل. يعني حتى في الجاهلية كان لهم جمل ولهم شعر ولهم كذا. جاء الإسلام، نشوف دور الكلمة اللي هي الآن تمثلها وزارات الإعلام. الآن الكلمة عند وزارة الإعلام كان اجتمعوا، ولما أقبل موسم الحج والحجاج يتوافدون إلى مكة، وكلكم تعلمون أن الحج من شعائر الإسلام، وهو من سنة شرع في زمن إبراهيم الخليل عليه السلام. فاجتمع أهل الشرك وقالوا يفد إلينا العرب، ومحمد صلى الله عليه وسلم وكان يقول محمد، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ويعرض الإسلام على هؤلاء. فاجتمعوا وهو رأيكم، يعني تدعو على كلمة واحدة. شوف خطورة الكلمة، خطورة الكلمة ولو خبيثة أو كلمة طيبة. اجتمعوا، وكان الناطق الرسمي من؟ الوليد ابن المغيرة، والناطق الرسمي بلسانه. فجلس وصفوا كلهم تقرؤون صورة المدثر، فتأمل المشهد كيف وصفه. يعني وصف لو نحن شفناه يتكلم ما كان وصفناه، لكن لما جاء في القرآن حتصور المسألة بكل إحساسك. ربنا قال عنه شوف ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يدعو عن العزيز. ايش قال عنه؟ قال ثم نظر ثم بدر
آخر الجملة كان شنو؟ قال إن هذا إلا سحر يؤثر. قول شنو؟ هذا سحر. اجتمعوا وصدروا كل قرار ويمثلوا ما تتوصل منه ايش؟ انه تقول سحر. ثم أدبر واستكبر وقبلها فقتل كيف قتل ثم قتل كيف قتل ثم نظر ثم عبس. تخيل عبس وجهك مسرور اعتلاه واعتلاه من الكلوح والعبوس. يعني هو عارف القرار نفسه انه محمد لا ينطق الكذب وعارف انه صادق، لكن المشاعر الداخليه العكس ذاته مقرى ويقول هذا الكلام مقرى. فكر وقدر ثم نظر كيف ثم قتل ثم عبس وبسر وأدبر واستكبر. مشى وجاي عشان يتخذ القرار. شوف المشاعر اللي كيف قالته. فكر وقدر ونظر وصار وجهه وغير حالته وأقبل وأدبر واتخذ القرار. قرار شروط قالوا نقول هذا سحر يوسف. سحر يوسف هذه الكلمة خطورة يستقيها الناس إذا كان ما كان عندهم عقل يوزن فيه ولا مستحاب ولا إعلان عقلاء يعلموه. فجاء حصل ما حصل نتجاوز الكلمة هذه بأسلوب الكلمة لما جاءت في المدينة. خطورتها شنو؟ اختلف راعي ومعاد نتصل بالكلام بحيث انه ما يضايقنا. قال ان اختلف راعي من الانصار مع راعي من المهاجرين في الماء. الانصار اذا جاء كالانصار والمهاجر اذا جاء كالمهاجرين كانت القوم يقتتلون. وجاء الخبيث صاحب المدرسه الخبيثه الى اليوم تفرق مدرسه عبد الله بن ابي الطابور الخامس في الامه الاسلاميه. قال والله مثل كمثل ايش؟ يعني قول القائل يحسن من كلبك يأكلك. وقال ورجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هو الخص فيه يعني المهاجرين يوم الفقراء وكذا وكذا وضعناهم والآن حصل ما حصل وهو كان لأن ربنا قال شنو في نفس السورة قال شنو؟ أثنى على الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني هم المسألة تمت بصدق منهم وربنا أثنى على صدق الأنصار. لكن خطورة الكلمة ارتحل الجيش وكاد أن يوقع الفتنة بين المهاجرين والأنصار في أشاع الكلمة في المدينة حصلت برضه نفس المدرسة حادثة الإفك حصلت للسيدة عائشة واتهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم المؤمنين عائشة اللي هي أمنا واحدة قالت أمها كذا رضي وقالوا فيها ما قالوا وتابع إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. وضح لنا إنه من هذه القصة والله ضر عائشة لكن عرفنا المدرسة عرفنا مدرسة النفاق. الآن يقول من يتكلم يعرف مدرسة النفاق يكون صاحب الإيمان يعرف لأنه عندنا يعني رصيد علمي تاريخي حافل فأنه إحنا خريجين هذه عارفينه وخريجين عارفينه. فأشياء الفائدة الله سبحانه وتعالى قال يجعل الناس تذكر كلام بدون ما يميزها. نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا هذا الجمع الكريم ونجالس هذه الكوكب النيرة التي تنتقي عقائد الكلام كما ينتقى عقائد الثمر. وصلى الله وسلم على سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا ومصطفانا محمد بن عبد الله. أما بعد، أولا في البدء تصوير بسيط. أنا لست مهندس، أنا محاسب إدريس عثمان صالح، محاسب شركة عبد المنعم السعودية سبق من أبناء الضباط. نتحدث في هذا اليوم عن شيخ يعلم من أعلام الإسلام في السودان، رجل له إسهاماته الواضحة انتقل من هذه الدنيا وتركنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يزيد في حسناته. ففضل العلماء والإخوة فضل كبير. لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد فرد يموت بموته خلق كثير. وإذا مات ذو علم وتقوى فقد كلمت في الإسلام ثلمة وهو الحاكم العدل المولى